خصوم الهلال فاهم ايش القضيه، يبون الفريق يرتبك، لكن بعض الهلاليين عندهم انتقادات على انزاجي. ابغى اشوف معاك وين نقاط قوه هلال انزاجي، وين نقاط ضعف هلال انزاجي. ابتداء لا تقارنوا مع خصص، هو المشكله انه قاعدين يقارنوا مع خصص رغم فوارق المدرسه والاسلوب، واللي يعرفها اللي شخط التوقيع مع خصص ومع انزاجي يعرف ايش فكر خصص وايش فكر انزاجي. ترى على فكره انتبه، من تعاقد مع خصص برافو عليه، ومن تعاقد مع انزاجي برافو عليه، لانه كلهم عندهم هدف يبغون يوصلوا له، استغلال امكانيات نفس في تنفيذ طريقتي لعب كرقم واحد متميز فيها عن خصص. يستهدف الفوز بعيدا عن اي مغامرات تكتيكيه، العمل على تنظيم الدفاع كمنظومه وليس كافراد، تعويد اللاعبين على التحولات ومهاجمه المساحات. امكانيات نفذ يشتغل، ما كان يشتغل هذا الشغل مع خصوص سابقا حينما كان في نادي الهلال، ولكن شاهدوا هنا مع انزاجي يشتغل بالخمسه ويشتغل بالاربعه، اذا 4-3-3 يطبق، وال3-5-2 تطبق، وال5-4-1 تطبق في اي وقت من اوقات المباريات تحسب له. يستهدف الفوز بعيدا عن اي مغامرات تكتيكيه، هذا هو. شوف الكلين شيت انا ابغاه، شوف الشباب ما يقدر يلقى مساحه، شوف الاربعه شايفها عزيزي المشاهد، شوف شغل انزاجي ما تلقاه عند خصص، تلقى مساحات كثيره الناس تروح، لكن هنا لا، صعب. هات لقطه ثانيه بسرعه، شوف تفرج فين المساحه اللي انا اقدر كنادي الشباب اطلع واروح اسجل في مرمى ياسين بونو، مش موجوده. هذه قوه الهلال مع منظومه انزاجي الدفاعيه، العمل على تنظيم الدفاع كمنظومه وليس كافراد، كله يشتغل دفاعيا، اتركك من الشغل الهجومي الان، كله يشتغل دفاعيا، وهذا العدد مثل ما تشاهد، ما في احد قاعد منظر ابدا، حتى توجيهاته دائما ترى ما يتكلم معاهم في الجوانب الهجوميه. روح ابتكر براحتك، هاجم مساحتك براحتك، لكن ما اسمح لك هنا انك انت توقف تتفرج، تشتغل. عشان كذا الوصول في المباريات الكبيره لمرمى ما ياسين بونو صعب جدا. اخيرا تعويد اللاعبين على التحولات ومهاجمه المساحات. يا جماعه يا جماعه يا فنيين، لما يترك الاستحواذ يبغى ثيو هنا ويبغى يلقى المساحه، ترى ما حيلقاها لو سيطر واستحوذ ويبغى الهلال اللي احنا نعرف الهلال، ما حيلقى هذه المساحات. هو يبغى الناس تجي لملعبه عشان يلقون الناس هذه المساحات حتى يسجل هذا امام الاهلي 3-0. شوف 3-0 في 40 دقيقة وكلها تحولات، لأنه أعطى الأهلي 60% استحواذ، ما أخذ إلا 40% فقط. حدثت أيضا مع الاتحاد في نفس الملعب، أعطى كونسيساو كل شيء وأخذ بكورتين ثابتة. هو ما يبغى الاستحواذ، هو اللي ما يبغى. لو تجي تسوي معاه تحدي، أتحداك يا كابتن إنزاجي تاخذ استحواذ، يقول لك ابشر انا اخذ الاستحواذ، الموضوع بسيط جدا وعنده الامكانيات، لكن هو يبغى هذه التحولات. اعتقد هذه هي نقاط قوه إنزاجي على الاقل في ال7 جولات اللي شاهدناها. بكره طبعا